انت عارف ليه انت مهموم وحزين وقلبك دايما مكسور؟ عارف السر؟ انت مش فاهم ليه؟ تعال وانا اقول لك السر. خليك كمل الفيديو للاخر، هتفهم وهتتعلم وان شاء الله تطبقه في حياتك. سر في الناس اللي حواليك اللي انت دخلتها وقعدتها في قلبك وجرحوك وكسروك وسابوك ومشوا. قسم قلبك دواير. الدايره الاولانيه هي دايره القلب، ودي الدايره اللي بيكون فيها اشخاص قليله جدا، شخص او اتنين بالكتير قوي. دول الناس اللي بيحبوك من غير غيره، من غير مصلحه، من غير ما ياخدوا منك حاجه او يكسروا فيك حاجه او يجرحوك بحاجه معينه. الناس اللي بتحضنك وقت كسرك، وقت ضعفك، الناس اللي بتطبطب عليك وقت حزنك. ربنا سبحانه وتعالى قال: أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني علاقتك لازم تكون قايمة على التقوى، على الصدق، على صدق النوايا، على الود والمحبة. مش أي حد يضحك لك أو يبتسم لك أو يقول لك كلمتين حلوين تاخده في قلبك وتقعده في الآخر مش هيكمل وهيجرحك ويسيبك ويمشي. تاني دايرة، دايرة المعارف، ودول ناس كتير قوي هتلاقيهم حواليك، بنلعب سوا وبنضحك سوا وبنخرج سوا. الناس دي هم قريبين منك بس مش للدرجة ان هم يعرفوا دموعك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. الناس دي اختارها بعناية لانها هي الدايرة اللي بعد دايرة القلب. الناس دي مهمة برضو. مش كل اللي بيشاركك الضحكة يستاهل يعرف دموعك، يستاهل يعرف اسرارك. لازم كل واحد له حدود ما يتخطاهاش. لازم كل واحد في حياتك تبقى عارف وفاهم، وهو عارف وفاهم أوله فين وآخره فين. حط حدود لدوائر حياتك هتلاقي نفسك مرتاح. أما الدائرة الثالثة فهي دائرة التعاملات، زي موظف بنك، بياع، زميل بعيد. الناس دي عاملها بأدب واحترام وبأخلاق، بس ما تقفش تحكي لهم مراتي وابني واخويا. الناس دي انت ما تهمهاش، فانت ليه بتدي لها معلومات عن حياتك وهم مش عاوزين؟ دايما خلي حياتك صندوق اسود محدش يقدر يكتشفها. مش من اول ما حد يضحك لك او يبتسم لك او يقول لك مالك او الكلام ده كله تخر له وتجيب كل اللي في الصندوق. خليك طيب، بس خليك طيب واعي. خليك طيب تحب نفسك، تحب قلبك، تحب حياتك. تالت دايرة وهي دايرة الحذر، والدايرة المهمة قوي اللي ممكن تكسرك أو بعدك عنها يرفعك ويكون سبب في إنك توصل لهدف وقمتك. الناس دي هي الناس السامة، هي الناس اللي بتحبطك وبتكسرك، وفي وقت ضعفك بيدوس عليك، وقت حزنك بيدمروك. الناس دي لازم تبعدها عن حياتك. ابعاد المؤذي عنك مش ضعف، ابعاد المؤذي عنك هو نقطة قوة لازم تستخدمها في حياتك. ابعد أي حاجة بتأذيك عن حياتك وعن نفسك وعن قلبك اللي يستاهل إنك تتعب عشان تريحه. ابعاد المؤذي راحة ليك وراحة لنفسك وراحة لقلبك. ما تعاملوش إنك سيء أو ما تعاملش السيء بسوء، لأن لو عملت السيء بسوء، لو عملت المؤذي بأذى، لو عملت اللي بيستهزأ بيك باستهزاء، هتبقى أصعب منهم، لأنك هتاخد صفاتهم وهتزود عليهم صفات كمان. خليك دايما أنت نفسك بس. أنت صح، انت جميل، انت خليك صح وجميل. خليك زي ما انت، ما تغيرش. انت تغيرهم لكن انت ما تتغيرش ليهم، ما تتغيرش للأسوأ، لا، خليك دايما للأصح للأحسن. أصعب جرح ليك مش جرحك من العدو. عدو انت عارف انه عدو هتعمل حذرك منه. أصعب جرح ليك انك تقابل واحد يضحك لك وتدخله قلبك وفي الآخر يلعب بيك وبمشاعرك ويجرحك ويبعدك عن طريقك وعن هدفك. هتلاقيه ناعم وهتلاقيه لين وهتلاقيه بيضحك لك وبيطبطب عليك وفي الآخر بيشدك للنار. لما ترسم دوائرك دي هترتاح، قلبك هيطمن، قلبك هيفرح ويتنفس. حياتك مش محطة عامة، حياتك هي مملكتك يا عم. فوق حياتك دي هو مكان اللي انت قاعد فيه متريس، انت الملك. حط القواعد، حط القوانين، سن القوانين، حط كتاب امشي عليه. مين اللي يبقى جنبك، مين اللي بيقويك وبيساندك وبيحبك فعلا بود ومحبة، ومين اللي يفضل بره السور، بره القصر بتاعك، بره قوانينك، بره السور، بره قلبك. هو ده لو نفذته هترتاح، هتحس باحساس تاني. مش لازم يبقى لك ناس كتير واصحابك وكل الناس عارفه عنك كل حاجه، لا طبعا. خلي دايما اسرارك في صندوق اسود محدش يقدر يفتحه ولا يدخله بسهوله. افتكر ان قلب واحد بيسندك، قلب واحد بيقف في ظهرك، قلب واحد بيطبطب عليك وقت حزنك احسن من 1000 وش بيضحك لك ومن ورا ظهرك بيكسرك. اتعلم تقول لا، تكون قوي، تمشي ما تبصش وراك. اللي يقع منك ما كانش اصلا في البدايه كان ليك، اللي وقع منك ده كان بيدمرك. ابعد عنه، خليك واعي، اختار الناس اللي تبقى في حياتك بجد. خليك صاحب نظره، بص للي قدامك، بص لافعاله، ما تخافش عليه عشان هو ما خافش عليك اصلا. هو لو خاف عليك او بيحبك ما كانش عمل الحاجه اللي تكسرك وتخوفك منه وتوقعه منك. ابعد عنه.
خليه يبعد عنك، خليك ماشي لوحدك. الوحده مع ربنا احسن حاجه في الدنيا. ما تخافش انك تفضل ماشي لوحدك في الدنيا، الدنيا ملهاش لازمه. لو انت مش مبسوط مش فرحان، قسم دوائرك عشان تحس ان حياتك ليها معنى، تحس انك فرحان، وتحس ان الدنيا مش جايه عليك، الدنيا معاك. انت قلبك اساس كل حاجه، سواء فرح او حزن، قسمها صح.